العمر مش بالسن أبدا. العمر باللي شافه الواحد في حياته. العمر بأيام العذاب والشقى والحرمان. وأنا عندي 12 سنة لكني حاسس إني راجل عجوز. حاسس إني عايش من زمان قوي من اللي شفته في حياتي. أنا اتولدت يتيم في الحارة، معرفليش لا أب ولا أم ولا حتة أتقوى فيها. من صغري وأنا بنام تحت بير السلم بتاع بيت الحاج حسنين، كتر خيره الراجل. من وأنا عيل صغير سمحلي إني أنام تحت بير السلم عنده، أي حاجة تحميني من حر الصيف وبرد الشتاء. مفيش بيت في الحارة دي كلها إلا لما دخلته. ياما خدمت في بيوت الحارة، ياما كنست ومسحت ونظفت وغسلت سجاد. كل أهل الحارة بيحبوني وبيعطفوا عليا. لقمة من هنا و5 جنيه من هنا وديها ماشية. اتنفضت في مكاني وانا مريح تحت بير السلم لما لقيت الحاج حسنين واقف بينادي عليا وبيقول بعلو حسه: وادا سفروت، انت يادا سفروت. قمت بسرعة، جريت من مكاني، وقفت قدام الحاج حسنين وقلت له: اؤمر يا حاج حسنين. بصلي بغضب، شخط فيا وقال: انت فين ياض؟ بندور عليك من صباحية ربنا، نايم لحد دلوقتي. اتهزيت قدام الحاج حسنين، هرشت بايديا في دماغي وقلت: لا مش نايم، انا صاحي من بدري يا حاج. بصلي وميل عليا وقال: الست ام نعيمة بتدور عليك النهاردة فرح بنتها نعيمة، والدنيا هيصة هناك واكل وشرب ولما كبير. روح ياض عشان ترزق، ما تبقاش كسلي كده. هزيت دماغي، نفضت هدومي من التراب وقلت له: حاضر يا عم حسنين، هروح اهو. لف عم حسنين، عطاني ظهره وقال: ماشي يا سفروت ما تتأخرش. ومشي عم حسنين، وطلعت وقفت على باب البيت. اتنفضت لما سمعت زغروطة جاية من عند بيت ام نعيمة، وبعدين سمعت زغروطة تانية وتالتة. اتهزيت من جوايا وانا بفتكر أبلة نعيمة بنت ام نعيمة. أبلة نعيمة العروسة هتتجوز عنتر الميكانيكي. حلوة قوي أبلة نعيمة، بيضة وخدودها حمرا. كانت بتلعب معايا على طول، ما هي مش كبيرة قوي عني، يا دوبك أكبر مني ب6 سنين. ورجعت بذكرياتي في يوم لما كنت بطلع عند ام نعيمة، وكنت بدخل أوضة أبلة نعيمة ألعب معاها. أبلة نعيمة كانت لابسة يوميها قميص حمالات، وقاعدة قدام المراية بتسرح شعرها. مسكت الفرشة وفضلت تسرح في شعرها الطويل اللي مرمي على ظهرها اللي معدي وسطها. فضلت واقف ورا أبلة نعيمة مبحلق في جسمها البكر الناعم، في كتافها البيضة الطرية، وصدرها البكر الفاير الناعم اللي ياخد القلب والعقل. حاجة في قلبي بتتحرك ناحية أبلة نعيمة، مشاعر غريبة معرفش ايه هي، حاجات ما بحسهاش غير مع أبلة نعيمة وبس. فضلت أبلة نعيمة تتدلع قدام المراية وهي قاعدة قدامها. اتهزت بقوامها الفاير، لفت نظري الحلق الطويل اللي كانت حاطاه في ودانها. لمحتني أبلة نعيمة وانا واقف وراها ببحلق في جسمها العريان في قميصها المكشوف. بصت لي بصة طويلة وقالت لي باستغراب: مالك يا واد يا سفروت مبحلق فيا كده ليه؟ برقت بعينيا، رجعت بحلق في تفاصيل جسمها اللي باينه قدامي، وقلت لها بلهفه: انت حلوه قوي يا أبلة نعيمه، حلوه قوي، احلى واحده اشوفها في حياتي. وقفت نعيمه على رجليها، لمعت عينيها وهي بتقولي: بجد يا ولا سفروت؟ يعني انا استحق عريس ابن ناس ومتعلم ومتخرج من الجامعه؟ هزيت دماغي، رجعت اعدي بعينيا على تفاصيل جسمها وهدومها الجوانيه باينه من تحت القميص، وقلت لها: ايوه يا أبلة نعيمه، ده انت تستحقي ابن الباشا، ده انا ما شفتش في حلاوتك ابدا. اتنهدت أبلة نعيمه، قعدت على الكرسي تاني، شردت بعينيها وقالت لي: يعني انا يا ولا ينفع اتجوز سي ابراهيم ابن عم جلال البشكاتب؟
برقت بعينيا، اترعشت شفايفي وقلت لها ايوه ينفع. ما ينفعش ليه؟ هو سي ابراهيم ده يطول ولا يلاقي احسن منك؟ هو يطول يبقى معاه عروسه في حلاوتك. واتميلت ابله نعيمه، اتقصعت بجسمها الفاير وبصت لي وقالت حق يا واد يا سفرود، ده انا لو سي ابراهيم خطبني هتبقى لك الحلاوه الكبيره. وحطت ايديها على كتفي وقالت عارف لو خطبني سي ابراهيم هديلك ايه يا ولا؟ هزيت دماغي وانا ببحلق في صدرها البكر اللي بيتهز قدام عينيا وقلت لها هتديني ايه يا ابله نعيمه؟ برقت وقالت هديلك 50 جنيه بحالهم. برقت بعينيا، اتنفضت بفرحه وقلت لها يا رب تتجوزيه يا ابله يا رب. وهزت نعيمه دماغها وقالت يا رب يا سفرود يا رب. ومرت الايام، وفي يوم ما انساهوش كنت بلعب انا واصحابي في العيد. كنا بنلعب في جنينه الشلالات، وفجاه وانا بجري ورا الكوره برقت بعينيا ودق قلبي. جريت استخبى ورا الشجره وفضلت اراقب بعينيا. فضلت اراقب ابله نعيمه، كان معاها ابراهيم ابن عم جلال. ابراهيم لابس البدله ومتأنتك على سنجة 10، وماشيه جنبه ابله نعيمه وهي لابسه فستان جديد منقط. حلوين قوي هما الاتنين، لايقين على بعض، مشبكين ايديهم في ايدين بعض. وابراهيم عمال يعصر في صوابع ابله نعيمه بايديه. يا بختك يا سي ابراهيم، بتحب ابله نعيمه وابله نعيمه بتحبك. فضلت مراقبهم بعينيا لما قعدوا على كرسي في وسط الجنينه وكانوا بيتكلموا والفرحه ماليه عينيهم. وهزيت دماغي بحزن وانا بقول لنفسي انا لما هكبر هبقى زي ابراهيم كده، هدخل الجامعه وهتخرج وهتحبني بنت حلوه زي ابله نعيمه، احلى بنت في الحاره كلها، وهتفسح معاها وهمسك ايديها وهبص في عينيها وهتبقى طايره بيا من الفرحه. وفجاه اتنفضت وانا بفتكر حقيقتي. ده انا عندي 12 سنه ولا دخلت مدرسه ولا بعرف افك الخط حتى. ورجعت تاني اتامل ابراهيم وهو بيبص في عينين ابله نعمه الحلوين، واتنهدت وقلت هنيالك يا سي ابراهيم هنيالك. مش عارف ايه اللي حصل بعد كده، كل اللي اعرفه ان النهارده فرح ابله نعمه على الواد عنتر الميكانيكي. عنتر اسمراني بكرش، جسمه كبير ومنفوخ على الفاضي. ايه الحكايه؟ وايه اللي خلى ابله نعيمه تسيب استاذ ابراهيم وتتجوز عنتر؟ تلاقيهم اهلها ضغطوا عليها عشان عنتر معاه فلوس كتيره، انما يا عيني سي ابراهيم معهوش حاجه خالص. ده لسه متخرج من الكليه وبيشتغل محامي تحت التمرين في مكتب استاذ كبير. انما سي ابراهيم راح فين معرفش. وازاي نعيمه قبلت انها تتجوز ده غيره برضه معرفش ايه اللي حصل. ولقيت نفسي زعلان على ابراهيم ونعيمه، وافتكرت الفرحه اللي كنت بشوفها في عينيهم وهم ماسكين ايدين بعض وبيبصوا في عينين بعض. ولقيتني بقول ملكيش امان يا دنيا، ملكيش امان. طلعت سلالم بيت ام نعيمه وانا سامع الزغاريد بتزيد وتزيد. عمال اسال نفسي يا ترى ايه الشغلانه اللي عاوزاني فيها ام نعيمه. وقفت اخبط على الباب، محدش سمعني من الهيصه اللي جوه. فضلت اخبط بايديا وارزع على الباب، وفجاه تهز الباب واتفتح قدام عينيا. الباب ما اتفتحش كله، يا دوبك اتوارب واتفتحت منه حته صغيره، وطلعت ام نعيمه دماغها بس زي ما تكون بتخبي حاجه وراها. وبصت لقيتني، برقت بعينيها وقالت سفروت كنت فين يا موكوس؟ بدور عليك من الصبح. هزيت دماغي. بصت ام نعيمه وراها زي الحراميه ومدت ايديها سحبتني من ايديا، دخلتني من فرق الباب ودخلت. وفجأة حسيت بهلع، اتهز قلبي وبرقت زي المجنون وانا ببص بعينيا. ولقيت قدامي ستات اشكال والوان، ستات وبنات كتير قوي، ستات اعرفها وستات معرفهاش، كلهم قلعين هدومهم وقاعدين بهدومهم الداخليه. ايوه، كميه لحم عريان ما تصورتش ان اشوفه في يوم من الايام. ستات عريانه في كل ناحيه وفي كل مكان، بيضحكوا وبيهزروا بصوت عالي
وكل واحدة مشغولة في التانية، عمالة تجملها وتظبط لها جسمها، بيستعدوا للفرح. وفضلت واقف مبحلق زي المجنون في لحم الستات المكشوف قدام عينيا، اللي مش واخدين بالهم مني ولا عاطيني اي اهتمام. ووقفت متجمد بنقل عيني بين كل ست والتانية، بين الصدور الفايرة العريانة والفخاد المليانة الملفوفة، وبلعت ريقي بصعوبة وانا بقول يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت. وقفت مبلم ومبحلق في جسم النسوان العريان اللي قدامي، اكوام لحم بالكوم ملهاش حدود. فضلت مبحلق وبنقل في عيني بين البنات والستات. دي الست عزيزة مرات عم شرابي وبنتها عنايات، ودي البت سوسن بنت الحاجة صفية، ودي لواحظ بنت عم يسري. كله قالع هدومه كده بلا خشة ولا لوم. اتنفضت في مكاني لما قربت مني ام نعيمة، هزتني من كتفي بايديها وقالت لي هو انت يا مقصوف الرقبة هتفضل مبحلق في النسوان كتير؟ وشدتني من ايديا، شاورت لي على صف كراسي كبير محطوط فوق بعضه وقالت لي خش رص الكراسي في الاوض، رتبهم كويس يا سفروت، واوعى تفتح الشبابيك بدل ما حد يبص على النسوان. وبصت ام نعيمة حواليها، نقلت عينيها ما بين الستات وهي بتقول عديها على خير يا رب. وابتديت انقل الكراسي جوه الاوض وارصها جنب بعضها عشان يقعد عليها المعازيم. وفضلت انقل الكراسي وانقل عيني بين النسوان العريانة. مش عارف ليه لما بشوف ستات عريانة بيحصل لي احساس غريب، ببقى مبسوط قوي وخايف قوي. واتنفضت في مكاني لما اتفتحت الأوضة المقفولة، الأوضة اللي جنب الحمام، ولمحت أبلة نعيمة بتطلع دماغها من جوه الأوضة شافتني أبلة نعيمة، وبسرعة شاورت لي بإيديها عاوزاني أروح لها. واتحركت ناحيتها بسرعة، وفجأة مدت إيديها سحبتني جوه الأوضة. ودق قلبي، كانت واقفة قدامي بقميص عريان زي ما تكون عريانة خالص، ووطت أبلة نعيمة ناحيتي، برقت لي بعينيها. بحلقت في عينيا في فتحة صدرها، في صدرها الطري البكر اللي بيترجرج قدام عينيا وهي موطية ناحيتي. وبرقت لي أبلة نعيمة، بصت لي وهي بتركز عينيها في عينيا، وضغطت بصوابعها على كتفي وقالت اسمع يا سفروت، عارف بيتس إبراهيم ابن عم جلال؟ برقت بعينيا، دق قلبي، هزيت دماغي وقلت لها ايوه عارفه يا أبلة نعيمة. برقت بعينيها، وطت صوتها وقالت لي تروح هناك وقول لإبراهيم ان المأذون جاي الساعة 7 يكتب كتابي على عنتر، ولازم نتحرك قبل كده. وميلت عليا اكتر وقالت قول لسي إبراهيم يستناني قدام العصافير الحلواني الساعة 6:30 بالظبط. وبرقت بعينيا، غاص قلبي في رجليا، وبصيت في الارض وقلت لها حاضر يا أبلة حاضر. وقفت قدام الأستاذ إبراهيم ابن عم جلال، بصلي باستغراب وولع سيجارته وقال لي يعني هي نعيمة قالت لك كده يا سفروت؟ هزيت دماغي وقلت له ايوه يا أستاذ إبراهيم. نفخ إبراهيم دخان سيجارته وقال لي قول لها تشيل الكلام الفارغ ده من دماغها، انا مش ههرب معاها. وميل عليا، بصلي وقال لي قول لها ترضى بنصيبها وتتجوز عنتر وتنساني، مش اهلها عاوزين كده، قول لها تنفذ كلام اهلها وتنساني خالص وما تدورش عليا تاني. وبرقت بعينيا، بصيت له باستغراب، اترعشت وقلت له ايوه بس أبلة نعيمة بتحبك قوي يا أستاذ إبراهيم. وفجأة انشق قلبي، حسيت بالحزن بيملى كياني لما لمحت الدموع في عينين إبراهيم. نزلت دمعة تجري على خده، ولقيته بيقول لي انت لسه صغير يا سفروت وما تعرفش يعني ايه بنت تهرب مع حبيبها، ده معناه فضيحة كبيرة لنعيمة واهلها، الناس مش هتسيبها في حالها وهيطلعوا عليها كلام كتير، ومش هيكون مستنيها في الدنيا غير الفضيحة والذل. وقرب مني إبراهيم، حط ايده على كتفي وقال لي والدموع مالية عينيه روح لها يا سفروت، روح لها وقول لها إبراهيم بيقول لك هو عشان بيحبك مش هيرضالك انت واهلك بالفضيحة. واتنهد إبراهيم، وقف واتفرد قدامي بقوامه الفارع، نفخ نفس من السيجارة وقال قول لها ترضى بنصيبها احسن من الذل والفضيحة.
واتصدمت من كلام إبراهيم، حسيت بخيبة أمل كبيرة ومشيت من عنده والحزن مالي قلبي، وأنا بقول لنفسي مسكينة أبلة نعيمة، مسكينة. يا ترى هتعمل إيه لما تسمع الكلام بتاع إبراهيم ده؟ هتعمل إيه في الكارثة اللي هي فيها؟ وقفت أبلة نعيمة قدامي منهارة، اتحجرت الدموع في عينيها واترعشت شفايفها وقالت لي يعني إبراهيم قال لك كده يا سفروت؟ هزيت دماغي بحزن، هربت بعيني من عينيها وبصيت في الأرض وقلت لها أيوة يا أبلة، هو قال لي كده. اتنهدت نعيمة، اترعش كل جسمها وهي بتقول خلاص يبقى موت نفسي أحسن، لو جوزوني العنتر أنا هموت نفسي. واترعشت، اتزلزل كل كياني وأنا بشوفها في الحالة دي. كان واضح إن أبلة نعيمة صادقة في كلامها وناوية تموت نفسها، وكان لازم أتصرف، كان لازم أمنعها من كده، كان لازم أنقذها من الموت. إنما هعمل إيه؟ معرفش، بجد معرفش. وقفت قدام دكان عطية الحلاق، فتحت الستارة اللي على الباب وبصيت بدماغي جوه الدكان. لمحت عنتر الميكانيكي قاعد على الكرسي وعطية بيحلق له. لمحني عطية الحلاق ببص من الستارة، بصلي بغضب وقال ايه يا ده سفروت، عاوز ايه اللي جابك عندي دلوقتي؟ بصيت على عنتر اللي قاعد والفرحة مالية عينيه، ما هو عريس النهاردة، عريس لأحلى بنت في الحارة أبلة نعيمة. بص عنتر عليا وقال وهو بيضحك تلاقيه جاي ياخد الحلاوة مني، حلاوة الجوازة يعني. برقت بعينيا، هزيت دماغي وقلت له لا يا عم عنتر، أنا جاي عشان عاوز أقول لك حاجة. برق عنتر، اتمسحت الابتسامة من وشه الأسمراني وقال خير يا سفروت، في حاجة؟ ودخلت الدكان، قربت من عنتر اللي قاعد على كرسي الحلاق وكرشه ممدود قدامه مترين، وقلت له عاوزك في كلمتين لوحدينا يا عم عنتر. وهز عنتر دماغه، قام من على كرسي الحلاق وطلعنا بره، ودق قلبي بعنف وانا بحكي له على كل حاجة. وصل المأذون لبيت أم نعيمة، الزغاريط والهيصة ما بتبطلش. أبو نعيمة واقف في وسط الناس بيستقبل المعازيم، أهل الحارة كلهم وناس تانية معرفهاش. لمحت أبلة نعيمة قاعدة في الكوشة لابسة فستان فرحها، قاعدة منكسرة وبصة في الأرض، والحزن والدموع ماليين عينيها يا ولداه. وفجأة في وسط الهيصة دي كلها دق قلبي بعنف لما دخل عنتر الميكانيكي. دخل لجوه وهو مندفع بكل غضب، لابس بدلته وواقف بكرشه الكبير وبوشه الاسمراني اللي مليان غضب وبعينيه اللي بتطق شرار. حصلت هيصة كبيرة والمعازيم فضلوا يهتفوا العريس وصل. ووقف عنتر برق بعينيه وقال وهو بيبص لابو نعيمة لا مؤاخذة ابو نعيمة، انا ماليش غرض في الجوازة دي. برق ابو نعيمة، لون وشه اتغير وقرب من عنتر وهو بيترعش وقال له يعني ايه الكلام ده يا عنتر؟ مش فاهم ولا مؤاخذة. هز عنتر دماغه وقال بصوته اللي بيخوف يعني انا لا بحب بنتك ولا بنتك بتحبني، هنتجوزوا على ايه ولا مؤاخذة؟ وحصل ذهول للناس كلها. اتحركت ام نعيمة وهي بتترعش، قربت من عنتر، طبطبت عليه بايديها وقالت استهدى بالله يا ابني، ده احنا عزمنا الناس ومش ناقصة فضايح. اتهز عنتر، بص حواليه وقال انا اللي عندي قلته، يلا تتمسوا بالخير. وفجأة اتحرك عنتر، مشي، ساب الفرح مشي عنتر من قدام عينينا واختفى. ووقف الناس مذهولين، الصمت سيطر على المكان وكل الناس سكتت وكأن الفرح اتقلب ميتم ما عدا أم نعيمة اللي انهارت وهي واقفة مكانها. وقعت على الأرض وهي بتحط إيديها على دماغها وبتقول يا فضحتك وسط الناس يا أم نعيمة، يا فضحتك وسط الناس. ولقيت نفسي بقرب من أبو نعيمة، بشب على رجلي عشان أوصل لودنه، وناديت عليه بصوت واطي وقلت له عم أبو نعيمة. بصلي أبو نعيمة زي ما يكون مضروب على دماغه، زي ما يكون مش في وعيه، وقال لي بحزن عاوز إيه يا سفروت؟ ميلت عليه، بصيت حواليا وقلت له أنا عندي حل تطلع بيه من الفضيحة دي. هز أبو نعيمة دماغه وقال أطلع بيه؟ الفضيحة تمت يا سفروت يا ابني، واللي كان
قربت منه، برقت له وقلت له ليه يا عم ابو نعيمه؟ بس احنا نقدر نكمل الفرح عادي، ايه اللي هيخلي فيه فضيحه؟ ضحك ابو نعيمه غصب عنه من كلامي ونفخ وقال فرح من غير عريس هيكمل ازاي؟ برقت له بعينيا، قربت منه وقلت له بلهفه العريس موجود يا عم ابو نعيمه وبيحب نعيمه ونعيمه بتحبه. برق ابو نعيمه بصلي باستغراب وقال ده مين ده بقى؟ ما تكونش انت سفروت اللي عاوز تتجوز نعيمه؟ بصيت حواليا اتاكدت ان مفيش حد بيبص علينا وقلت له لا مش انا يا عم ابو نعيمه، ده ابراهيم ابن عم جلال. نفخ عم ابو نعيمه وقال بلهفه طيب وهو ابراهيم هيرضى بعد اللي عملناه فيه ده كله انه يتجوز نعيمه؟ ده احنا رفضناه وطردناه من بيتنا وفضلنا عنتر عليه. هزيت دماغي وانا بقول بحماس هيرضى يا عم ابو نعيمه، هيرضى ما تخافش، ده حتى مستني تحت، مستني اشاره منك. وبرق ابو نعيمه بصلي باستغراب وقال لي مستني تحت ليه؟ هو كان عارف اللي هيحصل ولا ايه؟ حسيت بالاحراج، ارتبكت قدام عم ابو نعيمه، هربت بعيني من عينيه ولقيتني بقول له معرفش بقى، المهم اروح اناديه ولا ايه؟ بص ابو نعيمه حواليه ورجع بصلي وقال خلاص روح ناديه ويبقى كتر خيره وكتر خيرك، كتر خيرك انت كمان يا سفروت يا ابني. وجريت زي الطلقه عشان انادي ابراهيم، ولمحت ابله نعيمه بتمسح دموعها والفرحه ماليه وشها. غمست لها بعينيا، كانت فهماني وفاهمه انا هعمل ايه، وفهمتني، فهمت اني نازل انادي ابراهيم وهحقق لها حلم حياتها. وفجأة ومن غير ما احس نزلت الدموع من عينيا، مش عارف ليه، احاسيس كتيرة كنت بحسها وقتها معرفش افسرها ولا بعرف هي ازاي بتحصل. كتب ابراهيم كتابه على ابلة نعيمة والناس عملت لهم هيصة كبيرة وزفة كبيرة، واتنفضت وانا بتفرج عليهم والفرحة مالية عينيهم. لما طبطب ابو نعيمة على كتفي وقال لي راجل يا ده سفروت، راجل ابن راجل. وهزيت دماغي، فرحت بكلام ابو نعيمة. هو انا صحيح معرفش مين ابويا ومفيش حاجة اتغيرت في حياتي وهرجع انام تاني في فرشتي في بير السلم، لكني كنت مبسوط لاني كنت سبب في فرحة غيري، فرحة ابلة نعيمة وابراهيم. وهزيت دماغي وانا ماشي وقلبي بيدق من الفرحة. عمري ما هنسى اليوم ده ابدا، عمري ما هنساه ابدا ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.